السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشبيبة الثورة في مواجهة النادي القسنطيني الجولة الأخيرة من الرابطة الجزائرية للمحترفين. نعم، قمة كروية واعدة ومرتقبة بين الفريقين لما تحمله من أهمية، خاصة لنادي الشبيبة الثورة الطامح في المشاركة الإفريقية. نعم، شبيبة الثورة في المركز الرابع ب 42 نقطة، يبحث عن الانتصار من أجل التأهل مباشرة لكأس الكونفدرالية الإفريقية، في حين النادي القسنطيني طبعا حتى في حال انتصاره لن يتأهل، لأن فريق النقاط 4 نقاط. إذا المقابلة تقام طبعا إن شاء الله تعالى على يوم الجمعة على الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت مكة المكرمة. يذكر على أن مباراة الذهاب انتهت لصالح شبيبة الثورة بهدفين مقابل شيء، وبالتالي هل يفعلها النادي القسنطيني ويقدم خدمة لنادي بارادو والبقية أمامنا لنادي طبعا شبيبة الثورة آخر 5 مواجهات لشبيبة الثورة، 3 انتصارات، تعادلين. النادي القسنطيني هزيمتين، تعادل وانتصار، في حين آخر 3 مواجهات مباشرة انتصار لكل فريق وتعادل. وبالتالي من يكسر هذا التعادل بين شبيبة الثورة والنادي القسنطيني؟